سلام. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي تقدروا توجدوها للكوتي ديالكم ووليداتكم او يديوه معاها المدرسة، كتجي زوينه بزاف. هاد الوصفة هي هاد الفطائر بالسميده والبيض، كانوا كيوجدوها لينا مواتنا شحال هادي فاش كنا صغارين. وصفة اللي هي جد اقتصادية وزوينه بزاف وكتجي جديده، غيحماقوا عليها وليداتكم، والاهم انها دغيا كتوجد، ما كتاخذش منا لا وقت ولا مجهود ولا مقادير. تبعوا معايا الفيديو الاخير الى عجبتكم الوصفه، وما تنساوش تخليوا لي معكم واحد لايك للفيديو. اذا على بركه الله نبداو نوجدوا الوصفه ديالنا. غادي نحتاج لواحد الاناء اللي غادي ندير فيه جوج ديال البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ. غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب اللي كيكون عادي، ما بارد ما سخون. وبنفس الكاس اللي عبرت به الحليب غادي نعبر به كاس ديال الماء، نفس الكاس انا عبرت به كاس ديال الماء. رشيشه ديال الملحه، من الاحسن ديروا الملحه شي شويه بزايد باش حتى هما كيجيو مالحين شي شويه. غادي نزيد عليهم واحد الخميره حمراء، ساشيه كامله ديال الخميره حمراء. دابا غادي ناخذ الطراب اليدوي وغادي نبدا نطرب هاد المكونات كاملين حتى ينسجموا ليا هاد البيض مع الحليب مع الماء. المهم هاد المكونات ينسجموا ليا مزيان مع بعضياتهم، ضروري تطربوا هاد المكونات مزيان. عاد غادي ندوز باش نضيف المكونات الاخرى. من بعد دوك المكونات ما كينسجموا مع بعضياتهم، غادي ناخذ هنايا السميده الرقيقه اللي كنصاوبوا بها الحرشه. صافي غادي نبقى نضيف شويه بشويه. المهم ما نقدرش نعطيكم العبار لانه غنضيف غير شويه بشويه حتى غنحس بديك الخليط تجمع لي واحد شويه. كتعرفوا انه انه السميده كتشرب دغيا، لهذا هذا الخليط خصني نخليه خفيف ضروري باش من تشرب ليا هاد العجينه تبقى ليا هاد الفطائر يبقاو لي خفاف، ما يجونيش عاقدين. يعني فهمتوا كيفاش؟ المهم انتم غادي تشوفوا معايا في الفيديو غنبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي كتكون يعني القوام ديالها كيكون خفيف شي شويه، ما كيكونش عاقد بزاف. صافي هذا هو القوام اللي قلت لكم انا. ها نتوما راه ماشي خفيف بزاف وماشي عاقد، كيجي بين وبين. دابا غادي ناخذ المقله اللي غادي نصاوب فيها، اللي غادي نطيبهم فيها. غادي ندير فيها الزيت ونخليها حتى كتسخن، عاد نبدا نطيبهم. صافي من بعد ما سخنت ليا الزيت، ها نتوما داك الخليط راه كيزيد يتماسك لكم، راكم عارفين السميده كل ما خلينا كل ما كتشرب. المهم دابا انا غادي نخدم هنا غير بالمعلقه. غادي ناخذ معلقه، اما غديروا معلقه واحده ولا جوج معلقات اللي بغيتو، وغادي تبقاو تحطوها على هذا الشكل هكا وتحاولوا تقادوها مزيان. المهم الشكل ديالهم خصو يجي يعني قياس واحد، ما تجيش شي كبير شي صغير. المهم راه ساهله العمليه. ها نتوما انا غنوريكم بالعرض البطيء. كتهزوا بشويه ديك العجينه بحال هكا وكتقادوها من الوجه ديالها باش كيبقى مقاد. صافي هذه هي الطريقه سهله وبسيطه والفيديو راه موضح كل شيء. هي راه ملي كديروها في المقله راه كتزيد تنفخ لكم واحد شويه، يعني واخا تبان لكم هكا بحال اللي تشركات مع بعضياتها، ولكن ما تخافوش يعني راه الزيت غادي تفتح زعما من بعد. صافي هنا مين كنشوفها طابت وتنفخات كنعاود نقلبها. نتوما شوفوا معايا دابا، ها هي راه تحمرات وطابت لينا، كتجي محمره وكتجي غزاله في المنظر ديالها، والمذاق كيجي زوين بزاف.
صافي أنا غادي نكمّل بنفس الطريقة حتى غادي نسالي هاد العجينة كاملة اللي عندي ونتلاقاو من بعد. وهانتوما من بعد ما طيبتهم هنايا راني فرشت لهم ورق الطبخ باش نخليهم كيشربوا شي شويه فيه داك كيشرب من داك الزيت باش كيجيونا ناشفين، هما راه ما كيجيوش مزيتين ولا شي حاجه، راه كيجيو ناشفين في جميع الاحوال. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، فطائر اللي شاركت معكم غادي نفتحها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي، راه كتجي غزاله بزاف، كتجي هشيشه ورطبه وبنينه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو خليو لي لايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.